الزلابية المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة في مطبخ أميرة ومروة. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل بيت. كوباية دقيق، عليها كوباية إلا ربع مية، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة زيت، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. والسر بقى اللي هيطلعها معانا مقرمشة وشكلها مظبوط جدا هي معلقة كبيرة نشا. هنجيب بولة العجن ونحط فيها المية، عليها معلقة الخميرة ومعلقة السكر، ونقلبهم كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا خالص في المية. وبعد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا في المية هننزل كوباية الدقيق والبيكنج باودر والنشا، ونقلب تاني ونبدأ نخلط المكونات كلها ببعضها ونعجنها بالمعلقة. مش محتاجة ان احنا نعجنها بالايد خالص عشان هي اصلا عجينة طرية جدا. هو ده كده الخليط المطلوب ان هي تبقى بالمنظر ده بالظبط. بعد كده هنحط عليها معلقة الزيت ونقلب تاني ونبدأ نعجن برضو بالمعلقة مش بالايدين. ده كده الشكل المطلوب للعجينة. هنغطيها ونحطها في مكان دافي لمدة 10 دقايق علشان تخمر كويس معانا. دلوقتي هنعمل الشربات. المفروض خطوة الشربات دي نكون مجهزينها من قبل ما نبدأ تقريبا بساعة علشان تلحق تبرد معانا. الشربات كوباية سكر، عليها كوباية مية وعصرة ليمونة وكيسين فانيليا. بعد كده هنحطها على نار متوسطة لمدة ربع ساعة بالظبط. نيجي للخطوة الأهم بقى، هي ازاي نظبط شكل الزلابية ان هي تبقى مدورة ومظبوطة كده. انا بستخدم كيس حلواني، ولو مش متاح كيس حلواني ممكن نستخدم كيس عادي ونفتح بمقص الزاوية من تحت كده. بعد كده انا بدهن الكيس بزيت، نقطة زيت كده خالص، علشان العجينة لما تبدأ نضغط عليها عشان تنزل من الكيس تنزل بسهولة ومتبقاش لازقة في الكيس. ده كده بقى منظر العجينة بعد ما اختمرت. شايفين اتنفشت ازاي؟ احنا بقى هنهبط النفشة دي كلها ونبدأ نحط العجينة في كيس الحلواني اللي احنا جهزناه ونبدأ نشتغل. معايا مقص، غطست طرف المقص بس في الزيت علشان ما يلزقش في العجينة واحنا بنقصها، وننزل العجينة ونقصها بالمنظر ده كده. والزيت اللي بنستخدمه يكون دافي، ما يبقاش سخن، علشان لو سخن قوي هيبدأ ان هو يحرق الزلابية معانا، عشان عجينة الزلابية حساسة جدا، فمن السهل قوي ان هي تتحرق لو احنا علينا عليها النار. ونحاول ان احنا ما نزحمش الطاسة كلها او الحاجة اللي بنقلي فيها كلها بالزلابية علشان تتحمر كويس وتطلع مقرمشة معانا. الشربات اهي، شربات الزلابية تبقى تقيلة مش خفيفة، وطبعا تكون شربات بارد مش سخنة. هنقلب الزلابية شوية كده في الشربات، مش كتير علشان ما تعجنش وتبقى طرية، وهنشيلها ونصفيها. بعد كده نكرر نفس الخطوات لحد ما نخلص باقي الكمية اللي عندنا كلها. كده خلصنا الزلابية، طالعة مظبوطة جدا ومقرمشة جدا جدا. لازم تجربوها وتقولولي ايه رأيكم، وبالهنا والشفا.